نعمة قمر. السيد النائب محمد سعد بدراوي، تفضل يا محمد. أرجو التزام الهدوء السادة النواب. اجلسي يا رانيا أسامة هيكل. السيد النائب أسامة هيكل، السيدة النائبة رانيا، تفضلي جلوسا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أخالف اللائحة؟ عاوزني أخالف اللائحة؟ وفيش، لا يجوز إلقاء بيانات عاجلة أثناء مناقشة برنامج الحكومة، هذا هو نص اللائحة. اتفضل سيادة النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، السادة الزملاء الأعزاء نواب المجلس الكرام، يعني اسمحوا لي يمكن تكون الكلمة بتاعتي مختلفة شوية عن باقي الكلمات السابقة، وطبعا أنا بشكر كل الزملاء اللي تقدموا في الفترة اللي فاتت وتكلموا باسم أحزابهم، وأنا هنا بتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية. البرنامج اللي قدمته الحكومة المصرية هو برنامج جيد، ولكن الحقيقة هو يفتقر إلى العديد من المقومات الأساسية للنجاح في المرحلة الحالية. الحكومة المصرية الحالية هي حكومة ليست جديدة. ربما يظن البعض أن حكومة المهندس شريف إسماعيل هي حكومة جديدة في تشكيلها، لكن الحقيقة احنا بنتحدث عن حكومة من 35 وزير، فيها 25 وزير موجودين في فترة سابقة. أيضا هناك وزارات زي مثلا وزير التخطيط وغيره بقى لهم سنوات. معنى هذا أن تقييمنا للحكومة لابد أن يكون له عنصرين مهمين: البرنامج الموجود أمامنا، وأيضا التجربة على أرض الواقع والرأي داخل الشارع المصري في أداء الحكومة بشكل واضح. طيب، أنا كنت عضو في المحور الاقتصادي وهو المحور الثالث المتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر حاليا. المحور ده واحنا عارفين قد ايه صعوبة الوضع الاقتصادي الموجود في مصر. الموازنة الحالية بتاعت مصر فيها عجز. في السابق كان المفروض يكون هذا العجز 242 مليار. سيادة النائب اللي بيتكلم، اتفضل. الحكومة اللي موجودة حاليا بتتكلم انها ما قدرتش توجد الايرادات اللي كانت ملتزمة بيها في الموازنة العامة الموجودة حاليا، وبناء عليه العجز اللي عندنا النهارده في الموازنة زاد عن هذا الرقم. يعني عندي حكومة كانت بتقول ان انا هيبقى عندي عجز 242، العجز تجاوز هذا الرقم. طب ده تأثيره ايه على المواطن العادي؟ تأثيره ارتفاع في الاسعار، زيادة في التضخم، مشاكل على الوضع الاجتماعي. طيب، نفس الحكومة مقدمه لنا موازنة قادمة، نفس الحكومة بتقول ان انا هعمل برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي. طيب، هل نصدق الارض الواقع؟ نصدق المواطنين اللي بيقابلونا كل يوم يشتكوا لنا؟ نصدق المشاكل اللي جبناها للحكومة اللي طالبة مننا النهارده الثقة واحد واحد فينا؟ نصدق نفسنا واحنا قدمنا مئات من المشاكل لهذه الحكومة والاستجابة كانت لا تتخطى من 10 ل 15%؟ ولا نصدق البرنامج اللي موجود عندنا في ال 200 صفحة دول؟ هتكلم بشكل محدد. بقول النهارده الدين اللي كان موجود يبقى المفروض يكون علينا في الموازنة السابقة 2300 مليار، ده الكلام بتاع الحكومة. الدين اللي علينا في اللي جاي 2900 مليار، يعني الحكومة استدانت 600 مليار جنيه إضافيين عشان تقدر تعمل بيهم بعض الخدمات. الحكومة بتتكلم في اللي جاي إنها هتقلل بعد سنتين عجز الموازنة 1%، هتقلل بعد سنتين معدل البطالة 1%. عندنا النهارده 4 مليون عاطل، 4 مليون عاطل. الحكومة بتتكلم ده بالكلام الرسمي، أنا بتكلم بالرسمي. الرسمي بنتكلم في 12 يا جماعة المؤشرات طبقا للجهاز المركزي. سيادة النائب ما تردش عليا يا عضو، اتفضل. حاضر يا فندم. المؤشرات بتتكلم على 12.7 النهارده وفقا للجهاز المركزي للإحصاء اللي عرض علينا، ده معناه 4 مليون عاطل. بتتكلم الحكومة لما هتشتغل وتجتهد وتقعد سنتين ننزل 1%، يعني 200,000 تقريبا، يعني نستمر بعد سنتين في نفس الوضع بتاع الشباب. طيب،
قلنا زي بعضه نستحمل، عندنا مشكله. نتكلم عن الايرادات، يمكن هم في جانب المصروفات مش قادرين يتصرفوا. هل الاجور هتزيد؟ نفوجئ بان الحكومه في الموازنه اللي جايه دي الاجور قلت ما زادتش. الاجور بنتكلم المره دي على 218 مليار، في الموازنه القادمه 228 مليار، يعني 4%، وده اقل من معدل السنه اللي فاتت. نقول زي بعضه الدعم زاد؟ ابدا، ولا جنيه واحد الدوله هتحطه في الدعم. ال 210 مليار جنيه اللي كانوا موجودين في الدعم في الموازنه اللي فاتت هم نفسهم في الموازنه اللي جايه. يعني الحكومه لا اجور زودت ولا دعم ادت للناس عشان العداله الاجتماعيه. طب الحكومه الفلوس راحت فين؟ الحكومه الفلوس ببساطه شديده نتيجه سوء الاداء الاقتصادي راحت في فوائد الدين. فوائد الدين زادت اكتر من 50 مليار جنيه، والناس الاقتصاديين اللي موجودين معانا في المجلس عارفين الكلام ده. الحكومه نتيجه سوء الاداء الاقتصادي في السنه، الحكومه التي تحكمنا الان وهي التي كانت تحكمنا في السنه السابقه ومعلنا بالتعديلات، هذه الحكومه نتيجه سوء الاداء الاقتصادي النهارده هتبقى الموازنه اللي جايه فيها خساره عجز 309 319. الرقم لسه دلوقتي هم رايحين جايين فيه. ده بسبب ايه؟ سوء الاداء الاقتصادي، مش لان الدعم زاد ولا ان الفئات المهمشه خدت حاجه ولا لان الاجور زادت. كل الكلام اللي بيروج على ان الحكومه مع الناس وعلى ان الحكومه مع المواطنين وعلى ان الحكومه هتدي عداله اجتماعيه للناس، على ارض الواقع في الموازنه اللي هتعرض علينا هتشوفوا كل الكلام ده بالارقام. طيب نتكلم عن الموارد. بيتكلموا انهم هيجيبوا موارد اضافيه للدوله. منين؟ اذا كان الايراد الضريبي السنه اللي فاتت كانوا مستهدفين 422 مليار لم يحقق. الايرادات الاخرى انهارت بالكامل، سياحه وقناه السويس وكل الايرادات الاخرى. طيب هنقول زي بعضه عندنا مشاكل متعلقه بملفات خارج قدره الحكومه. اديناهم مقترحات في المحور الاقتصادي، جالنا 6 وزراء اتناقشنا معاهم، ما حدش قدر يرد علينا في الكلام اللي قلناه. المقترحات اللي اديناهم 24 مقترح محددين، ما عندكوش فلوس بدل ما تستلفهم ادي مقترحات 1 2 3 4، اكتر من 10 مقترحات قدمت للحكومه. لو لم تاخذ الحكومه بالمقترحات دي هيزداد عجز الموازنه ومش هنلاقي فلوس نصرف على اولادنا اللي جايين. الكلام يمكن يكون مر لكن ده الكلام اللي بالحقائق. الدين مش الدين بس، العجز بتاع الموازنه لاول مره اللي هو 309 مليار هيبقى نص مواردنا لاول مره. الايرادات لم تتحرك 600، ده بالكلام بتاع الحكومه مش كلامي، 622 مليار في الموازنه اللي جايه هيبقى العجز 309، وده لم يحدث في تاريخ مصر. واعتقد لو مشينا كده كمان شويه، يعني احنا مديونين بكل جنيه عندنا دلوقتي 99% رقم الدين الحالي. اتناقشت مع الوزير اشرف العربي قلت له انتوا عايزين بعد 3 سنين نستناكم او 2.5 سنين، بتقولوا لنا استنونا هنوصل لنتائج. بتقولوا المستهدف نوصل للدين يبقى من 92 ل 94. اذا كنا احنا النهارده 93.5 يبقى هنوصل لنفس المعدل. رد عليا قال لي ايه؟ قال لي احنا النهارده من 98 ل 99% دين. عارفين ده معناه ايه؟ ان كل 100 جنيه بننتجه سلع او خدمات مديونين بيه بالكامل. مصر يا جماعه في وضع اقتصادي خطر وصعب، والحكومه العاديه حكومه ليست استثنائيه، ومصر محتاجه حكومه استثنائيه حقيقيه. الحكومه الحاليه حكومه بتقول لنا كلام اذا حققته، انا بقول لكم اذا اتحقق بنتكلم في 1% بطالها هيقل و1% ناتج قومي هيتحرك. يعني في النهايه لو استنينا 2.5 سنين، انا بقول الكلام ده ليه النهارده وبنبه الكلام ده، الوقت هيعدي. والكلام اللي بيروج ان الحكومه هتاخد كده الموافقه ماشي، بس خدوا بقى على الاقل بالكلام اللي اتقال لكم من الناس. احنا بنقابل الناس كل يوم اللي بيقول من النواب دي ان الناس مبسوطه في عيشتها او عندنا صحه وتعليم مظبوطين او ما عندناش مشاكل حقيقيه، يقول لنا اذا كان الحكومه النهارده عايزه تاخد بالكلام اللي احنا هنقوله تمشي معانا. اديناها تعديلات، احنا شركاء النهارده حقيقيين وفقا للدستور في تحمل المسؤوليه. كان قبل كده بنقول ايه؟ مش عارفين نعمل حاجه، هنعمل ايه؟ قلنا في المجلس ونقدر عليه، لكن النهارده الدستور بيقول لو الحكومه مش ناجحه المسؤوليه على البرلمان. اذا كان الرئيس اعطى ثقته مره اخرى المهندس شريف اسماعيل، الرئيس هيتحمل المسؤوليه امام الشعب، وايضا نحن سنتحمل المسؤوليه ان احنا هندي صوتنا لهذه الحكومه. وبالتالي ووفقا لهذا الكلام لو لم تغير الحكومه ادائها الاقتصادي، احنا في وضع اقتصادي صعب. عايزين ياخدوا 2-3 مليار دولار من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، مش مختلفين، عندهم مشاكل ماشي، هنبقى معاهم، لكن ايه الشروط؟ ايه الاسس؟ بنتكلم في اتفاقيات غير واضحه المعالم حتى الان. وهل كل ما هنتزنق هنلجا للاستدانه؟ بيسحبوا من البنك المركزي، بيتسحب الفلوس بشكل مباشر من البنوك التجاريه. المحافظ البنك المركزي رفع
سعر الفايده 150 نقطه، ده كلام متخصص بس انا مضطر اقوله، رفع سعر الفايده 150 نقطه من اسبوعين ثلاثه، ده عمل ايه؟ كل الفوائد اللي على الدين المحلي زادت في الموازنه اللي جايه. محافظ البنك المركزي رفع الدولار وقلل الجنيه، خفض الجنيه، عشان ايه؟ ما عنديش دولار. طيب ماشي، قلنا له موافقين، قال هثبت سعر الصرف. كان الدولار ب 7.88 في البنك وبره ب 9 وربع، النهارده الدولار ب 10.30 بره وفي البنك ب 8.85، نفس المشكله لم تحل.